اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما تنسوش تصلوا على النبي. القصة بتاعتنا النهاردة هي عبارة عن 4 أجزاء. القصة دي فيها حكمة وموعظة مهمة جدا، أتمنى إن كل الناس تستفيد من الدرس اللي فيها. وما تنساش تسيب لنا كومنت حلو منك عشان اسمك والكومنت بتاعك يظهر في الفيديوهات الجاية إن شاء الله. ويلا بينا نبدأ القصة، بس أتمنى إن لو القصة عجبتكم ما تنسوش لايك شير سبسكرايب. بسم الله. لقيت نفسي مرمية على الأرض في فستان الفرح وحواليا دم كتير وأهلي كلهم بيعيطوا عليا بحرقة. اتصدمت من المنظر وقلت بصدمة: ايه ده؟ مين دي؟ ده أنا. أيوة أنا. طب ازاي؟ من هوت ولابسة فستان فرحي. أمال مين دي؟ مين اللي قدامي دي؟ وفضلت أصرخ ونادي على بابا وأخويا علاء وأقول لهم أنا عايشة أهو، أنا ما متش، انتوا مش سامعيني ليه؟ حد يرد عليا. وفضلت أصرخ بصوت عالي: بس لا حياة لمن تنادي. وهنا كنت أدركت فعلا إني خلاص مت وإني مجرد روح. بس إزاي أنا مت؟ حتى قتلني؟ أيوة، افتكرت اللي عامل فيا كده ورجعت بذاكرتي لأول يوم فرحي. بس أعرفكم بنفسي، أنا رحمة، عندي 25 سنة، محبوبة بين الكل، ودي بشهادة كل اللي يعرفني. مخطوبة وخطيبي بيحبني وأنا كمان بحبه، متفاهمين جدا مع بعض. وكان النهاردة يوم فرحنا وكنت مبسوطة جدا وفرحانة في فستاني الأبيض، زي ما أي بنت بتفرح بفستانها وتحس كأنها ملكة ومستنية الأمير بتاعها يجي. وفجأة تليفوني رن، وكان كريم اللي قالي: أنا مبسوط أوي يا رحمة إن أخيرا هنتجمع أنا وإنتي في بيت واحد، كلها دقايق وتبقي مراتي يا حبيبتي. رديت وقلت له: وأنا كمان مبسوطة أوي إني هكون معاك. رد عليا بفرحة وقالي: ربنا يخليكي ليا، أنا جاي في الطريق. قفلت معاه ودخلت عليا يارا، ودي بقى صاحبة عمري زي اختي، معزتها حاجة كده انا ما اقدرش اوصفها. هي بالنسبة لي كل حاجة. قالت لي بفرحة: زي القمر يا رحمة، انا مبسوطة قوي وكأن انا اللي بتجوز مش انتي. قلت لها: ربنا يخليكي ليا يا يارا. ردت عليا: هو العريس فين؟ اتأخر ليه؟ قلت لها: جاي في الطريق. قالت لي: اخوكي حالا هيدخل يعمل لنا هو الليلة عشان كريم اتأخر. دخل علاء وقال: مين بيجيب في سيرتي؟ رديت وقلت له: جبنا في سيرة القط جه ينط اهو. علاء ضحك وقال لي: كده طيب ماشي، الله يكون في عونك يا كريم. قلت له: ريح نفسك، ده بيموت فيا، شوف نفسك بقى. يارا ردت وقالت لي: لا يا حبيبتي، انا وعلاء بنموت في بعض، وكمان ده جوزي حبيبي. علاء قال لي: شفتي بقى؟ ضحكت وقلت لهم: ربنا يسعدكم. المهم، شكلي حلو ولا ايه؟ يارا ردت وقالت لي: قمر يا حبيبتي. يا ترى كريم لما يشوفني هيقول ايه؟ مش كفايه انه هياخدك مننا؟ محدش يقدر ياخدني منك ابدا. دخل بابا وقال: بسم الله تبارك الرحمن. قمر يا حبيبتي. رديت وقلت له: ربنا يخليك ليا يا بابا ويسعدك يا حبيبتي. امال فين كريم؟ كل ده على ما يجي؟ بابا رد وقال له: مستعجل على ايه؟ زمان وجاي في الطريق، خلينا نشبع منها شويه. دخلت منى وقالت: مين العروسه ناو؟ علاء: اهي جت تنونو اهي. منى: يا رخم انت، مالكش دعوه. قلت لها: تعالي يا منى. ردت عليا: حساها من غير نفسي يا رحمه. قلت لها: ملوش داعي الكلام ده دلوقتي. ولقيت يارا بتقول: طب يلا احنا بقى دلوقتي. كلهم خرجوا وفضلت مع منى اللي قالت لي: انا عارفه انك زعلانه مني بس والله غصب عني. قلت لها: غصب عنك انك تحبي خطيبك؟ غصب عني اني الاقي صوره عندك بالصدفه؟ قالت لي: انا قلتلك انه كان زمان وانا نسيت امسحها. انا كنت بحب كريم بس والله لما عرفت انكم بتحبوا بعض والله شلته من دماغي، بس فعلا نسيت امسح الصورة والله صدقيني. قلت لها: معنى انك تحتفظي بصورته يبقى انت لسه بتحبيه؟ قالت لي: كنت، دلوقتي لا، صدقيني بقى. قلت لها: على العموم مش وقته خالص الكلام ده يا منى. دخلت حور وقالت: يا عروسة مبروك مبروك مبروك. قلت لها: الله يبارك فيك يا حور. قالت لي: زي القمر يا حبيبتي، ربنا يسعدك. تليفوني رن، كان كريم. قلت لهم: طيب عن اذنكم. مشيت من قدامهم. فقالت حور: يا اختي منصوفة هتتجوز قبلنا وكريم قمر ومص، اتنصفت مش زينا، معرفتيش توقعيه انت يا بنتي يا غبية. منى ردت: يلا بقى نصيب. حور: ما هو كان قدامك، طلعت نصحى عنك. يلا، المعفنين دايما ليهم حظ. رحت عليهم وقلت: ها بقى بتنمي على مين يا بنت يا حور؟ حور: لا ابدا والله، انا كنت لسه بقول لها ده انت قمر قوي بالفستان. رديت عليهم وقلت لهم: عقبالكوا يا حبايبي. فجأة دخلت علينا مرات ابويا وقالت لي: مبروك يا عروسة. حور قالت: طب احنا هنخرج على ما تخلصوا. وخرجوا فعلا. وقالت لي: خلاص طمنتي وعملت اللي في دماغك. رحمة: النهارده فرح يا مرات ابويا، مش وقته.
مرات ابويا. قلتلك اتجوزي محسن ابني وكان هيسعدك، وكانت فلوسك مش هتروح لحد بعيد، بس اقول ايه، واطيه زي امك. قلت لها ملكيش دعوه بمامي، الله يرحمها لو سمحتي. ردت عليا وقالت لي جاتك نيل عليكي وعليها، ما عرفتش تربيكي، بس وحياة ابوكي اللي برا ما خلي جوزك ده يتهنى على مليم من ورثك. سلام يا عروسه. خرجت وانا قلت الله يسامحك يا بابا، جبت منين الناس دي بس؟ وفجأة دخل عليا محسن وانا قلت هو في ايه النهارده، هو كلكم ورا بعض كده؟ محسن جاي ابارك لك يا عروسه، ما خلاص اخر يوم ليكي النهارده. ليه، هموت ولا حاجه؟ قال لي وليه لا، حد عالم؟ قلت له محسن افهم، انا عمري ما حبيتك ولا هحبك، انت زي اخويا يا محسن. قال لي يعني انا اللي كنت بحبك؟ انا بس مستخسر فلوسك دي، مش انا كنت اولى؟ قلت له انت بجح قوي، انت وامك اطلع بره. قال لي ماشي بس هتنتمي وحياة ابوك يا عروسه. خرج محسن وقلت يا ستار، ده كويس ان هاخد من وشكوا، دول اهلي دول. ولقيت الباب بيخبط ودخل سليم وقال لي قلت اجي اسلم عليكي. قلت له الله يسلمك يا سليم وعقبالك. قال لي لا خلاص بقى انا عرفت نصيبي. قلت له ليه بس يا سليم، انت لسه صغير. قال لي الواحد ما بياخدش كل حاجه يا رحمه. قلت له مالك يا سليم، انت زعلان من حاجه؟ قال لي لا لا ابدا مفيش حاجه، مبروك يا رحمه. قلت له طب انا حلوه بالفستان؟ قال لي انت اجمل عروسه شفتها عينيا يا رحمه. قلت له الله على الكلام الحلو، كان نفسي كريم يعرف يتكلم زيك يا سليم. قال لي ده مش كلام يا رحمة، ده كلام جاي من القلب. قلت له ربنا يسعدك يا سليم. ولقيت صوت صغيريت مرة واحدة وقلت كريم جه اهو. قال لي خلاص هتمشي يا رحمة؟ قلت له اه ابقى تعالى زورني. دخل كريم وقلب انبهار، ايه الجمال ده يا رحمة؟ قلت بكسوف بجد يا كريم؟ قال لي ايوه بجد، انا مراتي قمر يا جدعان. سليم قال طب استأذن انا. مبروك يا رحمة. خرج سليم وكريم قال ايه اللي دخل ده هنا؟ قلت له ليه يا كريم مش فاهمه. قال لي باين عليه قوي انه زعلان اننا اتجوزنا. قلت له حرام عليك يا كريم، سليم زي اخويا بالظبط، وهو عمره ما لمح لي بحاجه زي كده اهو، خلاص بقى ما تبقاش زي الصن. قال لي ماشي يا ستي، مش وقته الكلام في الموضوع ده. مبروك يا حبيبتي. كريم جه علاء وقال يلا يا كريم عشان المأذون بره. كريم عن اذنك يا حبيبتي اكتب الكتاب وارجع لك تاني. قلت له ماشي يا حبيبي. خرج من الأوضة وبعدها بدقيقة حد دخل عليا، كان لابس اسود في اسود مش باين منه حاجة خالص. اتصدمت وقلت انت مين؟ مين وعايز ايه؟ صرخت صرخة بس هو كتم بقي ورماني من البلكونة. وبكده يكون خلص الجزء بتاع النهاردة، انتظرونا في الجزء الجاي. بس يا ترى مين اللي عمل فيا كده، مين اللي قتلني؟ انا كنت محبوبة من كل الناس وما كانش ليا عداوة مع حد، ولا كنت بكره حد ولا كان في حد بيكرهني. تفتكروا مين اللي عمل فيا كده وايه السبب اللي يعمل فيا كده؟ وخصوصا ان يوم فرحي، مين اللي استكتر عليا فرحتي في اليوم ده؟ وما تنسوش تنزلوا تخمنوا في الكومنتات الاسم والسبب، علشان خاطر التعليق بتاعكم يطلع في الاجزاء الجاية ان شاء الله. وما تنسوش لايك شير سبسكرايب، ومع السلامة.